السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم في أسرار عالم الرخام والجرانيت والكوارتز. الكوارتز اللي قدامنا ده مجموعة من الصور اللي هو الأسباني مصنع في الصين. طبعا محدش بيقول كلمة مصنع في الصين دي علشان الناس بتخاف منها، ولكن أنا ما أقدرش أقول أسباني وقف زي بعض الناس ما بتقول علشان يبقى على بيان. على العموم دي الصور اللي متاحة في مصر واللي انا بشتغل فيها. انا ما بشتغلش غير في الخامه دي الاسباني، والخامه دي اللي هي العرق بتاعها بيبقى موجود في الوش وفي الظهر وفي الداخل، يعني العرق بتاعها معجون في العجينه بتاعتها. مهما تصنفر مهما تغسل بالمنظفات وسلك المواعين العرق ما بيروحش. ولكن الخامات التانية، في خامات تانية اقل جوده اللي هي بتتخربش وتبقع، بيكون العرق بتاعها في الوش بس مش موجود في الداخل، ومع الغسيل العرق بيبهت ويروح. ما بشتغلش في الهندي ولا في الصيني لانه بيتخربش ويبقى. ولكن الخامة دي احنا عاملين عليها تجارب بالسكينة بالكاتشب وبالقهوة وبالكركم، والتجارب دي موجودة في الفيديوهات عندي في القناة. خشوا على القناة هتلاقوا الفيديوهات اتفرجوا. ودي الالوان اللي موجودة. بتبدأ المتر بتاعها من 5700 جنيه توريد وتركيب، وبيزيد حسب لون العرق وحسب مكان ومواصفات الشغل. يعني عندي مثلا لون رقم 9 ليه سعر لوحده، ورقم 10 برضه ليه سعر مختلف. فلما حضرتك بتختار لون محدد انا بقول لك سعره بكام، وبحدد برضه على حسب المحافظة اللي فيها الشغل علشان المشالات، وعلى حسب مقاسات المطبخ. اذا كان فيه هدر هيطلع في الطاولات بزود شوية في السعر علشان اعوض الهدر، او العميل ياخد الطاولة كاملة بالبواقي بتاعتها يستخدمها ترابيزة يستخدمها اي حاجة. بفكركم باللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد. وملحوظة عايز اقولها هتفيد الناس: محدش يطلب كوارتز سادة خالص في مصر، لان مفيش الدرجة الصلبة اللي مش هتبقع دي، مفيش منها سادة غير لون رمادي اللي انا عارضه في الفيديو ده. واللون الرمادي ده مش موجود غير عندي او عند بعض الناس، بسيط جدا. والسلام عليكم ورحمة الله.